بعد ما عرفت إن صاحب ابني مراد اللي اسمه يوسف هيبات في العربية بتاعته في الشارع بعد خناقة كبيرة مع مراته، قلت لمراد: تعالى يا حبيبي، هات صاحبك يبات عندنا في البيت، عادي كده تسيبه في الشارع؟ وفعلا مراد راح وجاب صاحبه يوسف عشان يبات عندنا. أنا دلوقتي عندي 50 سنة، كنت اتجوزت وأنا عندي 22 سنة من واحد من قرايبي، عشت معاه 23 سنة. كان راجل محترم جدا، عمره ما زعلني ولا عمل حاجة تضايقني. كان من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. كنت بقول على نفسي عندي حظ عشان اتجوزته. احنا فعلا اتجوزنا جواز صالونات، بس حبينا بعض حب كبير. كنا فرحانين ومرتاحين مع بعض ومتفاهمين، وفرحتنا كملت لما ربنا رزقنا ب3 ولاد، بنتين وولد. الأيام والشهور والسنين عدت وأولادنا كبروا واتعلموا ما شاء الله. البنتين الاتنين اتجوزوا وما بقاش فاضل غير الولد مراد. ومن 5 سنين جوزي مات، كان نعم الزوج، وزعلت عليه أنا وأولاده جدا. حسيت إني فقدت حاجة كبيرة في حياتي، كان مريحني من كل حاجة. عمري ما عرفت الشغل ده إيه ولا بيتعمل إزاي. كان ميسور الحال ومبسوط وسابنا مستورين بعد وفاته. لما مات كان عندي 45 سنة، بس كنت ببص أصغر من سني بكتير. اللي كان بيشوفني مع أولادي كان بيقول دي أختهم مش أمهم. بناتي كانوا خلاص كبروا واتجوزوا، ولما كانت واحدة فيهم بتيجي تبات عندي هي وجوزها كنت بفتكر أيامي مع جوزي. وبصراحة جات لي الفكرة كذا مرة إن أنا أتجوز تاني. أنا عايزة أتجوز بعد ما جوزي توفى وأنا عندي 45 سنة. ما كنتش شايفاها عيب ولا حاجة غلط، المهم الحلال. استنيت حد يتقدم ليا، بس ما حصلش أي حاجة ومفيش حد خبط على بابي. قلت لنفسي يمكن عشان أنا مش بشتغل ومش بخرج كتير، والمعارف بتوعي قليلين، عشان كده الناس مش بتشوفني. دلوقتي مراد ابني خطب، قلت يمكن نصيبي خلاص. وفعلا أنا عشت نصيبي مع جوزي، وكان نعمة الزوج، وعشت معاه حياة سعيدة بكل معنى الكلمة. مراد كان عنده صاحب اسمه يوسف. لما جه وقت الفرح بتاعه وهو أكبر من مراد، عزمني أنا ومراد عشان نحضر الفرح. أنا رحت وحضرت، وبعد ما اتجوزوا عملوا شهر عسل وقضوا الأيام الحلوة دي مع بعض. ولما رجعوا عزمتهم عندي في البيت، وفضل معايا رقم يوسف صاحب مراد، وكان بيكلمني في المناسبات ويسأل عليا. عرفت بعد كده إن يوسف ده عنده مشاكل كتير مع مراته، بقت المشاكل بتزيد بينهم، وبقوا على طول خناق ومشاكل وزعيق. ساعات كان بيضطر يبات في أي فندق، بس عمره ما كان بيقول حاجة لأهله، بالرغم إنهم ساكنين في نفس المدينة. كان بيحكي لمراد بس، لأن أهله ممكن يلوموه عشان هو كان بيحب البنت دي، وأهله ما كانوش موافقين عليها، وهو وقف ضدهم عشانها. فلما المشاكل والخناق كتروا بينهم، كان بيسيب البيت لمراته ويضطر يبات في أي فندق. قدام أهله الدنيا كلها تمام، ومحدش بيعرف أي حاجة عن مشاكله. مراد هو الوحيد اللي كان عارف كل ده وكان بيحكي لي. في يوم من الأيام مراد قال لي: يا ماما، صاحبي بات في العربية بتاعته في الشارع. قلت له: ليه؟ قال لي عنده مشاكل مع مراته، يلاقى الفنادق كلها مليانة، وقال مش هقعد أبهدل نفسي وأدور، فبات في العربية. وبحكم إن أنا معايا رقم يوسف زي ما قلتلك بيتصل بيا في الأعياد، اتصلت بيه وقلت له يجي عندنا البيت، وبعتت له مراد عشان يجي معاه. جه وقعدنا واتغدينا، وبعدها بدأت أتكلم معاه. قلت له: يا حبيبي، عادي، انتوا لسه في بداية جوازكم، طبيعي تحصل مشاكل، بعد كده هتعقلوا وتستوعبوا بعض وتستحملوا بعض، الموضوع مش مستاهل ده كله. هو قال لي: المشكلة مش هنا، المشكلة إني مش مرتاح معاها. قال لي: أنا مش عارف إيه اللي حصل ولا إيه اللي اتغير، إحنا كنا بنحب بعض، أنا بقالي 2 متجوز، بس السنتين دول كلهم مشاكل، دي حاجة ما كانتش بتحصل قبل الجواز. قلت له: معلش سامحني إني بسألك، بس إيه المشاكل اللي ما كانتش بتحصل قبل كده؟ قال لي: شغلها بيخليها تسافر كتير. قلت له: أنت ما كنتش عارف؟ قال لي: كنت بحبها وما كنتش مدقق في الموضوع قوي، لأن ما كناش بنعيش تحت سقف واحد، لكن لما اتجوزنا وقعدنا في بيت واحد بقيت أرجع البيت ما لاقيهاش، وأي حاجة بطلبها منها ما بتعملهاش زي ما أنا عايز. بصراحة الموضوع ده بقى يخلق مشاكل بينا. وقال لي: المفروض أرجع ألاقي أكلي جاهز، ألاقيها هي في البيت. أنا متجوز وكأني مش متجوز، وعلى طول عايش لوحدي،
بعد كده أنا اتصلت بمراته وعلى طول بحاول أدخل بينهم وأصالحهم. كانوا بيتصالحوا وبيرجعوا يتخانقوا، وأنا أرجع أصالحهم تاني. يعني زي الأطفال الصغيرين، يتصالحوا النهاردة يتخانقوا بكرة. وصاحب مراد يوسف بقى كل ما يتخانق معاها يجي عندنا البيت. يعني الأيام الصعبة بتاعتي كانت عادي، بقى بيجي عادي وما بقاش بيجي عندنا بس لما يكون متخانق مع مراته. لأ، ساعات بتكون مسافرة عشان شغلها وبيجي عندنا، لدرجة إنه ساعات بقى بيبات عندنا. بقيت أتكلم معاه وأخد ودي في الكلام، كنت بعتبره زي ابني. لكن مع الوقت لقيت نفسي بتعود عليه، وهو كمان. لقينا نفسنا في حالة زي بعض بالظبط. أنا محتاجة حد يكون سند ليا في الحياة، راجل أكمل معاه حياتي. وهو كمان زيي، مع إنه متجوز بس كأنه مش متجوز. اللي أنا بعاني منه هو كمان بيعاني منه، مع إني أكبر منه ب15 سنة. بس هو كمان بدأ يحس بنفس الإحساس، وقال لي إنه بيحبني. مراد عمره ما جه على باله يكون في أي حاجة بيني وبين صاحبه، لأنه كان بيسيبني معاه في البيت وينزل لو محتاج يجيب حاجة أو عنده مشوار يخلصه، وما كانش فيه أي مشكلة. وبما إن مراد خاطب، فكان بيخرج مع خطيبته كتير، وقرب ميعاد فرحهم، فكان مشغول في الفترة دي جدا بيجهز. وأنا ويوسف دايما كنا مع بعض في البيت، كان على طول بيجي عندي، مفيش يوم ما جاش. في يوم من الأيام ويوسف عندي في البيت، مراد راجع في وقت ما كنتش متوقعاه خالص. بس الحمد لله مراد ما أخدش باله من أي حاجة غريبة، وما علقش على الموضوع خالص ولا حتى فكر فيه. بعد حوالي 4 شهور على الحكاية دي، يوسف قال لي إنه خلاص رفع قضية طلاق، وإن الموضوع هياخد وقت بسيط وهتخلص كل الإجراءات. وقتها قال لي إنه عايز يتجوزني. بصراحة لما سمعت الكلام ده كنت طايرة من الفرح، وقلت لازم أتكلم مع أولادي وأقول لهم على الموضوع ده. بصراحة كانت خطوة صعبة بس لازم تحصل. وكنت خايفة من مراد أكت واحد، بس اللي حصل كان عكس المتوقع. المشكلة الحقيقية كانت مع بناتي. مراد ما اعترضش، قال لي يا ماما لو عايزة تتجوزي اتجوزي، أنا مش هوقف في طريقك وانت كبيرة وعارفة مصلحتك. مع إني حسيت إنه مش موافق من قلبه، بس هو ما رفضش صراحة. أما بناتي لأ، عملوا مشكلة كبيرة وقالوا لي لو هتتجوزي يبقى تتجوزي واحد من سنك على الأقل. أنا فهمت منهم إنهم خايفين من كلام أهل جوزهم، وإن الناس هتقول إزاي تتجوز واحد قد ابنها. بصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه، أرضي نفسي ولا أرضي بناتي. أنا نفسي أتجوزه النهاردة قبل بكرة. القصة دي بتوضح لنا إن الحياة ممكن تتغير في أي وقت، وإن الواحد محتاج يكون سند لنفسه ويشوف مصلحته. القصة بتسلط الضوء على فكرة إن نظرة المجتمع ممكن تكون عائق كبير قدام سعادة الإنسان، وبتخلينا نسأل نفسنا: هل الأهم إننا نرضي الناس وكلامهم، ولا نرضي نفسنا ونختار سعادتنا؟ في النهاية كل واحد له الحق يختار حياته، بس مهم يعرف إن قراره ممكن يأثر على اللي حواليه، وعليه إنه يوازن بين رغباته الشخصية وحقوق اللي بيحبهم.